السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا كويسين وبخير، امين يا رب العالمين. لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه، ويلا بقى عايزين نفعل قناه ترندات نونا باي طريقه، ويكرمنا ربنا ويرزقنا ويرزقكم الخير، امين يا رب العالمين. فيديو النهارده هنتكلم فيه على السمعه اللي طالعه على دكتور احمد مرزوق. مبدئيا دكتور احمد مرزوق ده اللي ولد صدفة في لافا، وبتتابع عنده، وولدها في صفا، وبتتابع عنده في الحمل الجديد. ربنا يا رب يتمم امرها على خير. وهو اللي ولد ياسمين في سليم، والراجل كان زي الفل وزي القمر وكويس جدا. ويولدنا وتمام والدنيا حلوة وليه سمعة حلوة. وخشوا على الفيسبوك، الراجل برضو بيصور مع يوتيوبرات كتير، ومن غير يوتيوبرات اي واحدة بتيجي تتصور معاه لازم تعمل فيديو وتتصور معاه، وفرحانين بيه. وراجل ليه سمعة زي الفل في المجال بتاعه. ليه بقى اول ما يحصل مشكلة هو ملوش دخل فيها؟ ان مثلا مولودة تنزل زي مولودة ياسمين فيها عيب خلقي او فيها حاجة غلط، ربنا خلقت ربنا بالجينات الوراثية اللي هي فيها. ليه بقى نقوم نقوم الدنيا ما نقعدهاش تاني ونحاول ان احنا نبوظ السمعة بتاعة الراجل؟ ليه؟ ناس كان قنوات نقد طلعت قالت لك الدكتور هو السبب، الدكتور هو انتوا رايحين تتابعوا عند أسوأ دكتور. طبعا في قنوات نقد بيبقى همها انها تقول لا وخلاص، ما بيهمهاش اي حاجة تانية. الراجل ده وحش وخلاص، الدكتور ده وحش وخلاص، التليفون ده وحش، التيشيرت اللي انت لابسه ده وحش، الطاقية اللي لابسها وحش. هو الدكتور ماله يا جماعة؟ صدفة طلعت وقالت يا جماعة دكتور احمد مرزوق ملوش في الموضوع، دي جينات وراثية، هو هيعرف منين؟ انا واحدة من الناس كنت بقول الله، طب ما انت المفروض كنت تكشف، يعني انت المفروض تكشف وتشوف ايه اللي بيحصل. يعني انت احنا لينا حق على ايه؟ يعني المريضة بتبقى عايزة تشوف الدكتور، بتقول له قول لي كل حاجة، او الحامل يعني مش المريضة. فالسونار ما بيبينش كل حاجة. في أشعة جديدة دلوقتي اسمها الفور دي، هي الأشعة دي مكلفة شوية، ولكن أكيد مش ما كانتش هتبقى مكلفة على ياسمين وضني، تمام، يعني محلولة. وصدفة بتقول ان الاشاعة ديت المفروض كانت تتعمل في الشهر الرابع، لان ضني طلبها في الشهر الثامن. فراح دكتور احمد قال له ده انت جاي متأخر قوي يا ضني، ازاي يعني هعملها لك ازاي دلوقتي؟ طب تمام، انا معاكم يا جماعة، دلوقتي احنا عملناها في الشهر الرابع، تمام، خلاص خلاص. لقينا في مشاكل في المولودة، ولقينا ان في مشكلة، ولقينا ان في مصيبة، ولقينا ان في حاجة وحشة، ولقينا والكلام ده كله. هنعمل ايه؟ هنسقط الطفل؟ حرام. ما انت مش ضامنة، ما انت مش ضامنة. انا كواحدة هقول لا بلاش، هسقطه ازاي؟ طب ما هو ممكن عمل ما اجي اولد في التاسع، يعني يعدي 5 شهور، يكون ربنا ايه، أذن وكرمني وظبط لي الدنيا. يعني يا عالم يا مغير الأحوال يا رب، مش هينفع انها تنزله. ولكن كانت الميزة الوحيدة اللي كانت هتبقى موجودة ساعتها ان ياسمين لو كانت عرفت ان في حاجة وحشة كانت هتعمل حساب ان ايه، ان تأهل نفسها ان يا يتم يا ما يتمش. يعني يا الموضوع يتم وخلاص وربنا يكرمها وتولد وتبقى تمام، يا اما ربنا يكون مش آذن في امره ان ما ينفعش انك انتي يحصل يعني ان الطفل يستمر او المولودة تعيش. دي الميزة الوحيدة، ولكن دي حاجة خارجة عن إرادة الدكتور. ايه لازمة بقى ان احنا طول ما احنا قاعدين عمالين ندي عليه والدكتور الوحش، وانتوا رحتوا رميتوا نفسيكم مع دكتور زبالة، وانتوا مش عارف ايه؟ ليه يا جماعة؟ ليه يا جماعة؟ ليه كل حاجة لازم نطلع فيها غلط؟ يعني ليه ما نقولش يعني هو ده احنا مش مؤمنين بربنا؟ استغفر الله العظيم. يعني انتوا ناس مؤمنة بربنا، المفروض ما يبقاش الكلام كده. المفروض ان احنا ما نجيبش كل حاجة الدكتور هو السبب. يا سيدي نازلة، بيبقى في مواليد نازلين فلة وجمال وامارات وحلوين، وسبحان الله ما بيكملوش، سبحان الله.
دي حاجة بتاعة ربنا، مش لازم كل حاجة نجيبها على الدكتور. لدرجة ان الدكتور نزل على الفيسبوك، عمال ينزل اراء المرضى او الناس اللي كانت حامل عنده، منزل رأي منهم، الله اعلم كان مولدة قريب ولا ايه. انا فخورة بيك، انا فخورة اني ولدت مع حضرتك، ما حسيتش بالولادة، ما حسيتش بالألم، انت ما فيش زيك، انت مش عارف ايه، انت ايه، انت ايه. طب يا جماعة عايزين ايه تاني؟ عايزين ايه تاني؟ خلاص بقى، اتمنى ان الناس ما تزودش الجلد على الموضوع. وبرضو برضو احنا بنسيب الاساس ونمسك في الديل. يعني نسيب ان احنا نواسي ياسمين ونقول لها ربنا يرحم بنتك ويقويكي ويديك الصحة ويعوضك خير، وماسكين في الحاجات دي. طبعا امبارح صدفة كانت كاتبة على المنتدى يا جماعة سؤال مهم، غالبا كانوا بعد صلاة الظهر اللي هو وقت دفنة البنوتة ربنا يرحمها. فبتقول يا جماعة ينفع ان صوت ان ياسمين تروح الترب؟ ياسمين مصممة تروح الترب ولا حرام؟ مش عارفة كتبت حرام ولا حد قال لها حرام. طبعا هي لو بنقوله حرام، حرام ان هي تبقى تعبانة ونفسة ومش قادرة انها تروح مكان زي ده. يا جماعة الرسول عليه الصلاة والسلام كان مانع ان الستات تروح اصلا الترب، ما ينفعش، او يعني مش مستحب. وربنا يا رب يرحم كل امواتنا. ولكن الواحد لما بيكون له ميت ويروح الترب، مش حتة انه يخاف ولا حتة انه مش عارف ايه، مكان مش لينا. يعني انتوا بتبقوا ماشيين على ارض مش ضامنين الرملة ديت، ممكن تكون حفرة قبر طالعة، حد مثلا تربي لما بيجوا ينظفوا التراب بيطلعوا التراب الابيض دوت، ما انتوا مش ضامنين انه ممكن يكون يعني في اكيد حتى تربايه من جسم حد، فمش مستحب. وبخصوصا هي كانت والده، فالناس كلها اعترضت وقالوا لها لا بلاش يا صدفه عشان ما تتعبش. وفي اخر النهار نزلت منتدى دعواتكم لياسمين، ياسمين منهارة جدا جدا جدا. فدخلت متابعة قالت لها يا ريت تشيلوا حاجات سيليا، وتشيلوا الهدوم اللي مكتوب عليها اسمها وحاجتها، علشان ياسمين ما تتعبش. فصدفة مشكورة دخلت ردت وقالت لا ياسمين مش موافقة في الموضوع ده. لا كده ياسمين يبقى انتي مش عايزة، مش عايزة، سايبة نفسك مستسلمة انك انت ما تتخطيش المحنة اللي انت فيها. لازم تتخطيها، لازم تعدي الدنيا شوية يا ياسمين. معلش انا عارفة ان الموضوع صعب عليكي، ولكن عايزاكي تفوقي لنفسك. ان شاء الله ربنا هيكرمك بالحمل وهتجيب البنوتة الجميلة. وفي نفس الوقت حطي في دماغك يا ياسمين ان انت وراكي سليم وضني، ربنا يخليكي ليهم وتقومي بألف سلامة. حبيبتي مش لازم كل حاجة تاخديها على اعصابك، ولا ومش هينفع وسيبوا الهدوم وتقعدي تعيطي. معلش سيبوها شوية يا جماعة، اسبوع 10 ايام، وبعد كده ان شاء الله الحاجة دي تتشال وربنا يكرمها. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك. باي باي.